سلام بنات، سلام الحباب ديالي. ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم تشوفوا الفيديو نتاعنا اليوم. ان شاء الله عمركم طيبه وان شاء الله راكم بخير وعلى خير. الفيديو نتاع اليوم راح نشارك فيه معكم كما شفتوا من العنوان 10 منتوجات. المكون الاساسي ديالها هو مسك الطهاره. مسك الطهاره اللي معروف بزاف في هذه الايام ديالنا الحاضره، يعني كامل البنات عندهم كامل يشريوه، سورتو اللي راهي تشور ولا العروسه اللي راهي توجد في الجهاز ديالها، سورتو اللي يحبوا يتهلاو في رواحهم، في الشفو ديالهم، في البشره ديالهم، في الجسم ديالهم بصفه عامه. دونك رايحين مباشره نروحوا نشوفوا هاد المنتجات مع بعض ونشارك معكم ريفيو ولا نشارك معكم رايي الشخصي فيه بعد ما قمنا بالاستعمال ديالها. اول حاجه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات. ما تنساوش ايضا تخليو لي لايكات بزاف باش الفيديو ينتشر. كاين بزاف يتفرجوا ما يعملوش لايك، ما على باليش السبب مجهول لحد الان. تفرجوا لا فيديو بصح اللايك ما كانش، ما على باليش الخلل اين هو. المهم بارطاجيو لاشين، بارطاجيو لا فيديو، بارطاجيو اي محتوى جبتكم من عندي هكذا باش لما تكبر ونقعد دائما نبارطاجي معكم اي حاجه نشوفها تفيدكم في حياتكم اليوميه ونشوفها بلي راهي مليحه. سي بوغ سا راني شاركها معكم. سينو رايحه نرجع في القرار ديالي ورايحه نغلق القناه وما نزيد نبارطاجي حتى حاجه، ما نزيد نبارطاجي حتى محتوى، بما انه ما كاينش الدعم اللي نحتاجو. انا ما راني خسر فيكم حتى حاجه، دائما بارطاجي معكم كل حاجه نعملها ولا كل حاجه جربتها نشاركها معكم، ما راني خسر فيكم والو. دونك نتوما ايضا ما تخسروش فيا بتي لايك والاشتراك في القناه وبارطاجيو وشاركوا القناه، شاركوا لي الفيديوهات ديالي هكذا باش القناه تنتشر باذن الله. يلا بينا مباشره نروح نشوفوا محتوانا اليوم. Closed doors, I'm a fool for your love. الوغ يا البنات، اول حاجه ولا اول منتج اللي راح نشاركه معكم في هذا الفيديو هو غسول للمناطق الحميميه. هذا هو، شوفوا كيفاش يجي. طبعا لا مارك ولا اسم نتاع هاد المنتوجات كامل، العشر منتوجات هو نتاع ابو ياسر كوزميتكس. يهبلوا والريحه ديالهم ما تحطوهم برك هكذا في الدوش ولا تحطوهم في لاصال دو بان ولا تحطوهم في لاكوافوز ديالكم، بيت يرجع يطعطع بالريحه ديالهم. دونك اول منتج هو غسول جل منظف للمناطق الحميميه. البنات كامل لازم تهلاو في رواحكم، ما تقعدوش خالدين، ما تقعدوش الريحه ديالكم ماشي مليحه، يعني لازم كل طفله كل وحده كل مؤنث لازم تتهلا في راحه، ما تخليوش الناس تاخذ عندكم نظره سيئه. دونك اول حاجه هذا هو الجل من ابو ياسر. طريقه الاستعمال باينه، شاك فوا تدخل حاشاكم الحمام ولا تروحوا للدوش اغسلوا به راح تقعد الريحه ديالكم تهبل تهبل تهبل. وبما انه عنده فوائد مليحه، فوالا هنايا مكتوب يستخدم اثناء الاستحمام لغسل المناطق الحساسه للاستعمال الخارجي فقط، يعني ما كان له يروح المنطقه ماشي لازم يروح ليها، سينو رايحين تلقاو اضرار ولا اثار جانبيه. فوالا كما قلت لكم ما لازمش تحطوه على البشره المتضرره او المتهيجه، ويحفظ بعيدا عن متناول الاطفال. فوالا فيه زيت اللوز الحلو، فيه خلاصة الليمون، فيه الجليسيرين، فيه كل حاجة مليحة للعناية بالمنطقة الحساسة أو بالمناطق الحميمية. فوالا هذا كمنتج أول اللي شاركته معكم. رايحين نروحوا للمنتج رقم 2 اللي هو جل دوش بالعطر الخارجي الفاخر للجسم. هذا هو. طبعا الحاجه اللي عجبتني في هذا الباك هي انه الباكاجينغ ديالو كبير وراح يكون لكم اطول فتره ممكنه تستعملوا، على ما تستعملوا ما رايحش يخلص. كما قلت لكم المكون الاساسي هو مسك الطهاره، تلقاوها ولا تجبروها هنايا مكتوبه في كل عبوه نتاع هاد المنتجات، والسعه ديالو 500 مليلتر يعني كبيره. واو شوفوا قد منا لاهن يعني كبيره وتقعد لكم على ما تقعد. طبعا اصلا ما راحوش تستعملوا كميه كبيره، فقط كميه قليله. وطريقه الاستعمال معروفه، كي تروحوا تدوشوا اخر حاجه حطوا هاد الجل دوش. نروحوا يا البنات للمنتج رقم 3 اللي البنات كامله راهم يعانيوا من مشاكل في الشعر، تساقط، التقصف كما نقولوا، يتكسر لهم الشعر تاعهم تتكسر. عندكم هاد الشامبو، شوفوا الزجاجه ديالو شحال كبيره ولا القاروره ديالو شحال كبيره، فيها 750 مليلتر، تلقاوها هنايا مكتوبه.
مانع لتساقط الشعر ومطول الشعر بالعطر الخليجي الفاخر. طبعا ما راحش نقدر نشم لانه ني بوشي بلا قريب بصح الريحه ديالو اي باينه، يعني تخرج بلا ما تفتحوا الكارورة تعرفوا بلي الريحه ديالهم اي باينه، يعني كاسحه. طبعا يا البنات طريقه الاستعمال نتاع هذا الشامبوان هي انكم يعني تستعملوا حوالي ملعقتين من هذا الشامبوان، تحطوه على جلدة ولا فروه الراس ديالكم وتعملوا حركات دائريه للشعر يكون مبلل ما يكونش جاف، وتخليوه حوالي 15 دقيقه في الشعر ديالكم ومن بعد تغسلوه. طبعا الباكاجين كبير كما قلت لكم، السعه ديالو 750 ملل، الله يبارك يعني شوفوا كبير. الحاجه الاساسيه للاستعمال لهذا الشامبوان باش تشوفوا نتائج مليحه هي انكم تستعملوه 3 مرات متتاليه في الاسبوع ومن بعد تقللوه الى مرتين في الاسبوع. يعني مثلا الشهر الاول تستعملوا 3 مرات في الاسبوع ورا بعضها، ومن بعد لما يعدي الشهر هذاك تستعملوا فقط مرتين في الاسبوع. فوالا المكونات ديالو فيها بزاف الفوائد للشعر ديالنا، منها زيت حبة البركة، خلاصة الذكر، زيت الجرجير، زيت الخروع، زيت الزيتون وزيت الصبار الطبيعي، زيت الارغان وعطر مسك الطهارة الاصلي. كي نقول لكم مليح يعني مليح، لازم كامل تشريوه وتجربوه على الشعر ديالكم. فوالا هذا فيما يخص المنتج رقم 3، نروح مباشرة للمنتج رقم 4 اللي هو لوشن بالعطر الخليجي الفاخر. هذا هو، شوفوا يجي هكذا. الحاجه اللي عجبتني في هذا الباك هي انه كامل كبارين، ما كاين حتى حاجه صغيره، يعني يطولوا ما راحش يخلصوا لكم فيه صح. ومام السعر يعني في المتناول، 500,000 يعني 10 منتوجات وتوصل عندكم حتى لباب المنزل مع التوصيل. كما نقولوا كريمه مرطبه للجسم، هو اللوشن. تستعملوه ولا لازم تستعملوه بعد الاستحمام مباشره. كما نعرفوا البنات لما خرجوا من الدوش لابوتانا تكون ساش و دي فوا هكذا جافه، دونك لازم ترطبوها بالترطيب المناسب للنعومه وتفتيح البشره. فوالا تستعملوه مباشره بعد الاستحمام. وايضا للاستعمال الخارجي فقط، ولا ينصح باستعماله للاطفال ولا يترك في متناول الاطفال ولا يبلع. فوالا بعد ما خلصنا من المنتج رقم 4 نروحوا للمنتج رقم 5 اللي هو عبارة عن كريمة مرطبة للبشرة والجسم. هذه هي تجي هكذا باش ترطبوا البشره ديالكم والجسم ديالكم. لازم ترطيب، سورتو البنات اللي لابو تاعهم ساش وتتقشر ويشوفوا عندهم مشاكل بزاف لما يحطوا مكياج ولا الفوندو تاعهم يتقشر، دونك لازم الترطيب في الوجه وتعملوا مقشرات ايضا للبشره ديالكم. الريحه مامني في مسدود بصح تقدروا تريحوا نورمال قدرت نريحها نورمال لانه الرائحه واو 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 تهبل. فوالا هذا هو المنتج رقم 5 اللي هي كريمه مرطبه. نروحوا يا الحباب ولا نروحوا يا البنات، بما انه منتجات خاصه بالبنات ما هذا الفيديو يعني يكون شويه خاص بالبنات بصفه خاصه. نروحوا للمنتج رقم 6 على ما اتذكر 6 اللي هو حليب صياد القلوب. شوفوا الاسم ديالو كيفاش اتيرون لتبييض البشره. طبعا هذا الحليب للجسم وخاصه للمناطق الداكنه او المناطق الحساسه اللي حابه تعمل تبييض في الجسم ديالها، ننصح بهذا المنتج اللي مليح بزاف ويفتح لكم المناطق اللي راهي شويه داكنه. فوالا مكتوب هنا ايضا تخلص من الكلف والرؤوس السوداء والدهون الزائده، رطوبه ولمعان الجلد. طريقه الاستعمال نتاع هذا الحليب للجسم هو انكم تحطوه في الجسم ديالكم، تعملوا امتي مساج، حطوا منشفه ساخنه عليه ومن بعد تغسلوه. فوالا وايضا يحمي البشره من تجاعيد والترهلات، تغذيه الجسم وتغذيه البشره، والسعه ديالو هي 250 ملل. فوالا نروحوا للمنتج رقم 6 ولا 7 على ما اتذكر اللي هي كريم ديودورانت اللي مزيل الروائح الجلديه. هذه هي فوالا هذه هي اللي عندها مشاكل ولا اسوداد تحت الابط تقدر تستعمل هاد الكريمه.
والريحه ديالها ما جاياش كاسحه، جايه ناعمه، ما جاياش قاطعه كما نقول انا. لو تستعملوها في الملابس ما راحش تخلي اثر بعد الاستعمال. طبعا 0% ملون، 0% كحول، 0% بارابان، و 0% ألومنيوم، يعني حاجة طبيعية 100%، وتقعد لكم 48 ساعة راهي مكتوبة هنا. سورتو البنات اللي ما تحبش لي ديودورون، ما تحبش تحط الكول في الابط ديالها، تقدر تستعمل هاد الكريمه اللي مليحه بزاف. فوالا نروحوا يا البنات للمنتج رقم 8 على ما اتذكر، اللي هو عباره عن صابون مسك الطهاره. هذا هو الباكاجينغ ديالو، شوفوا كيفاش يجي هكذا. نفتحوه مع بعض. هذا هو صابونه صغيره. طبعا المكونات كامل طبيعيه، يعني ما شاء الله المنتوجات كامل عجبوني. شوفوا المكونات هي زيت جوز الهند، زيت الخروع، زيت غليسيرين، مسك الطهاره، والصودا كاويه. يعني ما شاء الله كما قلت لكم ان برودوي 100% ناتورال. ما تخافوا لا من الاثار الجانبيه لا من الاضرار لا من اي حاجه تخرج في البشره ديالكم. نروحوا يا البنات للمنتج رقم 9 ما قبل الاخير، اللي راح يكون ان شاء الله بغيم نتاع الجسم. هذه هي تجي هكذا كما اللي تباعوا برا ب90,000 95,000. هذه هي حاجه سامبل، يعني ماشي حاجه ديفيرونت. هي السعه ديالها 270 مليلتر. الحاجه اللي ما عجبتنيش في هاد لابغيم، واو الريحه تاعها قطعه غاف، الريحه تاعها قطعه 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 قطعه. الحاجه اللي ما راحش نقول لكم الريحه تاعها ماشي مليحه، ولكن الحاجه اللي فيها كاسحه بزاف هي الكحول. كحول يعني مدوزيه بزاف بالالكول. اللي تحب الالكول تقدر تستعملها نورمال، اللي ما تعلاش الالكول على بالي ما تعجبهاش. بصح انا عجبتني. الحاجه اللي مليحه فيها هي انه ما جاياش كيما نقولوا حنا ثقيله، جايه خفيفه بصح جايه مدوزيه بزاف بالالكول. بصح مع الوقت تبان لي الكحول هذيك رايحه تخفاف، ما رايحاش تقعد بارزه في الجسم ديالكم. فوالا فيما يخص لابغيم ولا المنتج رقم 9. ونروحوا للمنتج رقم 10 والاخير لنهار اليوم تاع هاد الريفيو في منتجات مسك الطهاره، اللي هو هذا. شكون ما تعرفوش المسك طهاره، شكون ما تعرفوش، وشكون ما عجبهاش، وشكون ما استعملتوش، كامل نستعملوه. ولازم كل طفله ولا كل فتاه تكون عندها في المنزل هذا النوع من المسك. اش راح نقول لكم، هو ماشيش خفيف، يجي ثقيل. يستعملوه كثرتها مثلا لما تروحوا تعملوا ولا لما تروحوا تعمروا البارفان، رايحين يضيفوا هذا المسك في الخليط نتاع انواع كثيره نتاع العطور اللي نعمروها. طبعا راح يجي عاقد، ما راحش يكون خفيف، راح يكون عاقد. فوالا راح يكون هكذا. نسي نفتح لكم، شوفوا كيفاش يجي. نحط هكذا في خمار كحل باش تبان لا كولور ديالو. شوفوا يجي عاقد. والريحه واش نقول لكم، الهبال تاع الدنيا. شوفوا واو. طبعا هو ما راحش تستعملوه كميه كبيره، يعني فقط كميه صغيره. تحطوا مثلا هنا في الملابس الداخليه ديالكم، وعنده فوائد بزاف لينا حنا كبنات. فوالا فيما يخص المنتج رقم 10 والاخير لمنتجاتنا اليوم. طبعا طريقه الشراء وطريقه طلبيه ولا عمل طلبيه باش تشريو هذه المنتجات. راح نحط لكم صوره في الفيديو هنا ولا هنا، ما باش فين نحطها، المهم كيما نصلح نحطها لكم. ورايحين تدخلوا للفيسبوك وتكتبوا في السيرش، تكتبوا في البحث نتاع الفيسبوك اسم الصفحه، ورايحين تلقاوها. راح تلقاو هذا الباك هو الاول في الصفحه ديالهم، تعملوا ديريكتومون طلبيه. معايا الى كلكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم مع محتوى جديد، فيديو جديد. تهلاو في راحكم بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.